طب انا عندي سؤال واحد لجمهور الزمالك، عشان كالعاده اي وقت بيطلع اي اعلامي منتمي للنادي الاهلي يسال الاسئله اللي احنا بقالنا سنين بيسالها، هم بيطلعوا يعترضوا ويطلع يتضايق ويطلع يتريق وافيهات. وطبعا في جزء بقى هم بارعين فيه، حته بقى الخوض في الاعراض، فتلاقي سيره مراته وسيره بعد كل ده هتجاوب برضه ولا لا؟ يعني خلاص هو خالد الاتربي ومحمد فارس مدلسين. طيب رد انت عليا، قول لي المديونيه اللي عليك انت عارف هي كام؟ طيب عارف الجدولة بتاعتها على مدة قد ايه؟ عارف هتدفع منها كام وتسيب كام؟ عارف الاقساط هتبقى كام؟ طب هتقول لنا الستة مليون دولار اللي قمنا وصحينا لقيناهم عندك جت منين؟ هتقول لنا ان انت دلوقتي بقى عندك 9 لعيبة محترفين. سيبك بقى من ان فلسطين يتسجل محلي ومش محلي، انا بتكلم 9 لعيبة. يا انت ما كنتش عايز الاهلي يزود عدد المحترفين وقلت ده ضد الكرة المصرية وهيضر المنتخب، وانت بقى معاك 9 لعيبة غير مصريين. بس هو لازم ما خلف خلافه خلاص. وعملت لي بس قصه كبيره وسمعه الكره المصريه. الفلوس دي جت منين؟ القيد بيتفتح لك ازاي؟ تلاقيه بقى ايه يخش يقول لك طب ما تقول لي انت فلوسك جت منين؟ انا فاسد، يا ابني مش انت بتقول ان انت نادي المبادئ الصح وانا فاسد؟ خلاص طب انت عارف ان انا فاسد. انا يا عم لو واقف بكلم واحد حرامي وبيقول لي انت فلوسك منين، هقول له يا عم انت حرامي، انا فلوسي شغال في الشركه الفلانيه وبقبق. قول لي انت، خلاص انا وحش. اقول لك على حاجه تانية، انا الفلوس بتاعتي سيبك من العرجاني، لا يا عم هو مش سبونسر ولا شركه العرجاني داخله سبونسر. انت صح، هو النشاط بتاعهم احنا عارفين هو ايه. طب قول لي انت اسم تاجر المخدرات بتاعك، طيب قول لي انت اسم تاجر السلاح بتاعك، يعني قول لي اي معلومه. والله اشوف انا ماشي معاك لحد فين انه صح. انا فلوسي من التجارات الغير مشبوهه، بس على الاقل يا سيدي انت عارف اسامي الناس. قول لي انت مين الديلر بتاعه، مش الديلر بتاع فتوح وصبحي والزناري، لا قول لي مين الكبير بتاعه. يعني قول لي انت الفلوس اللي جايه لك دي، انا ما عنديش مشكله والله. اطلع قول لي خلاص انت عندك العرجاني، انا عندي يا عم في تاجر في عضو في المافيا الايطالي اسمه كذا بيديني فلوس. لكن هو بيبقى لماضه وصياح، وفي الاخر انت ما بتاخدش معلومه برضه. وهي دي بقى الناس اللي دايما حطاك انت في خانه التبرير. وكل شويه يفتح عليا واحد اهلاوي قدام واحد زملكاوي، تلاقي بقى مره بقى جمال عبد الحميد ومره عفيفي ومره طارق يحيى، وانا قاعد عمال يساله لستة اسئله كانه فاهم مكمر واحد مسجل خطر في اسم. وانا دايما مطالب ان انا ارد وابرر، لكن انت ما تيجي تساله اي اسئله تلاقي بقى لماضه وقله ادب وتطاول وبص مين اللي بيتكلم وبلاش انت وعايزني ابرر لك وفي الاخر ما يقولش اجابه. فيا ريت تاني سيبك من كل الحاجات العقلانيه، اطلع يا سيدي قول لي طيب تاجر المخدرات بتاعك اللي بيديك فلوس اسمه ايه؟